السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي. قبل ما نبدا الوصفه عايزه اقول لكم على حاجه. خلينا متفقين ان احنا مهما اشترينا حلويات غربيه او شرقيه او ايا كان المكان اللي بنشتري منه حلويات، مفيش احسن من حلق البيت. حلا بسيط، معتدل في الحلاوه بتاعته. عارفين مكوناتنا، عارفين مكوناته، وعاملينه بايدينا، وضامنين ايه جودته وجوده المواد المستخدمه فيه. النهارده هنعمل كيكه لذيذه قوي غرقانه في اللبن حرفيا. تمام، هنعمل كيكه جوز الهند، كيكه رطبه تنفع في كل المناسبات وسهله جدا ومخدتش مننا وقت. كيكه فنجي وسقناها لبن وغرقناها بجوز الهند، جميله جدا. تابعوا الفيديو للاخر وان شاء الله هتعجبكم الوصفه، وان شاء الله الوصفه تكون سهله عليكم. قبل ما نبدا الوصفه في سؤال كده هقول لكم عليه، واللي يعرف يجاوبه في الكومنتات. ايه هي بلد المنشأ بتاع جوز الهند؟ اللي يعرف بلد منشأ جوز الهند يكتب لي في الكومنتات. واذا عجبتكم الوصفه ان شاء الله وعجبكم الفيديو، ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. ويلا بينا نبدا ونعمل الحلا اللذيذ ده، حلا يوم السبت، حلا يوم الاجازه. ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله تجربوه، وان شاء الله ما تنسونيش في اللايك والشير. يلا بينا نبدا. انا استخدمت او جبت بيض، وهعمل كيك من الالف اللي هي كيك سبونج، سهله جدا. ممكن نجيب الكيكات اللي هي الجاهزه بتاعت السوبر ماركت. عندي هنا 5 بيضات، ممكن من 4 ل5 بيضات. انا حطيت ايه 5 بيضات، وحطيت عليهم كوبايه من السكر، سكر حبيبات. تمام، وهنزل عليهم بنص معلقه من الفانيليا، وهضرب الخليط ده بالمضرب لحد ما يديني فوليوم حلو ولون يفتح عن الايه، عن اللون الطبيعي بتاعه ده. هياخد حوالي 5 دقايق ضرب كده عشان يديني الايه الحجم اللي او الفوليوم اللي انتوا شايفينه ده. هنزل بقى بالمقادير الجافه، كوبايه ونص من الدقيق، ومعلقه من معلقه صغيره من البيكنج باودر، ورشه من الملح صغير. هقلب الخليط بالمضرب، بس يدوي، مش بالمضرب، مش بالكهرباء. تمام، احنا مش عايزين مضرب كهرباء في الوقت ده. بعد كده هحط نص كوبايه من الحليب وربع كوبايه من الزيت، ونقلب برضو الخليط بتاعنا. وطبعا كالعاده احنا مولعين الفرن او من اول ما اشتغل. كده الكيك جاهز عندي. الخليط ده ممكن يبقى كويس جدا في صينيه 26، بس انا قسمته على صينيتين، الاتنين متوسطتين. تمام، دهنت الصواني طبعا قبل ما احط الكيك فيها، ودخلتها على الشبكه. خدت تقريبا تلت ساعه. لما دخلت الكيك ابتدي بقى جاهز صوص التشريب اللي انا هحطه على الكيك. عباره عن، انا المفروض فيه لبن جوز هند، انا ما عنديش لبن جوز هند. حطيت نص كوبايه من جوز الهند، وعليها نص لتر من اللبن الحليب، وعليها كوبايه من اللبن المكثف. واللبن المكثف ده انا عاملاه في البيت، وان شاء الله انزل لكم الفيديو بتاعها او احط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. الكيكه طلعت ما شاء الله، خدت لون حلو. سبتها تبرد تماما قبل ما احط عليها صوص التشريب. ابتدي بقى اعمل فيها فتحات كده بالشوكه او بالسكينه رفيعه عشان طبعا تشرب اللبن بسرعه. ما شاء الله الكيك لونه حلو جدا وكان طعمها حلو جدا. ابتدي بقى اسقيها بخليط اللبن اللي معانا ده. قسمت الخليط كله. لو احتجت اكتر من نص لتر من اللبن احط. انا عايزه الكيكه تكون غرقانه جوسي طريه، يعني اكلها بتنز لبن. تمام، وزي ما قلت لكم لو في لبن جوز هند هنستغنى عن شويه جوز الهند اللي احنا حاطينهم في الحليب واللبن. هنا بساعد الكيك ان هي تشرب الخليط بتاعها، هتشربه بسرعه متقلقوش. هي ما شاء الله اسفنجيه وحلوه. ابتديت بقى هنا لما شربت كل السوائل، ابتديت بقى اغطي وشها بجوز الهند ناشف عادي. يعني اكمل كميه جوز الهند اللي احطها على الوش. انا كنت عامله واحده ليا الصغيره دي، كنت عامله التانية لصاحبتي، الف هنا ليها. خلاص كده الكيك جاهز. عندي بقى هنا وحدات من الشوكولاته اللي شبيه الرافاييلو، بس دي مصريه وطعمها حلو قوي قوي ورخيصه. قسمت الواحدة على 2 وزينت بيها الكيك، ودخلتها التلاجة 9. الكيك ده عشان نحس بجمالها وحلاوتها لازم 9. تمام، هنا طلعت حتة كده وقلت ادوقها واوريها لكم عاملة ازاي من جوه. الكيك مش لازم، ما تقلقوش. لو خايفين الكيك يلزق كده كده ممكن هنحط لها حطوا لها ورقة زبدة، لكن هي مش هتلزق ان شاء الله. حلو قوي.
ريحتها حلوه، اللي بيحب يعشق جوز الهند هيعشق الايه، الكيكه دي. ما شاء الله منغنغه في اللبن زي ما بيقولوا وغرقانه بلبن. عايزين تزودوا لبن في الحته دي، يعني ممكن نحط لها شويه لبن كده زي القشطوطه ما بيحطوا لها شويه لبن. جميله جدا، طريه جوسي، ونعيشها في الصيف، تنفع في جميع المناسبات، سهله جدا، ما خدتش وقت. جربوها وان شاء الله تعجبكم. واذا عجبتكم باذن الله ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، واشوفكم في فيديو جديد. وما تنسوش تجاوبوا السؤال اللي قلت لكم عليه، ما هي بلد المنشأ بتاعت جوز الهند. باي باي، اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.